البستاني ايام العيد المبارك. الاهلي بيدي جمهوره العيديه وبيفوز على رجاء 2-0 في مباراه من وجهه نظري مش ده مستوى النادي الاهلي. الشوط الاول الرجاء اكل منك نص الملعب بسبب اتنين سيئين جدا. اذا كان عمرو السوليه ولا اليو ديانج اللي بيفكر انه يحترف فمشوه. عمرو السوليه سيء 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 باستثناء مروان عطيه. مروان عطيه هو نجم الماتش بالنسبه لي، لعيب هايل، ديستروير، لعيب كوره، بيلم، بيشوط، بيقطع، بيعمل كل حاجه ما شاء الله عليه. بيرسي تاو احب اشكر كولر عليه قوي قوي قوي، لان هو رجع بيرسي تاو فعلا للمستوى اللي انا كنت بشوفه مع سان داونز. بيرسي تاو هايل بالذات في الاسيست اللي عمله لحمدي فتحي. كولر يحسب له ان هو نزل حمدي فتحي، والتركه اللي بيعملها ان حمدي فتحي يخش ال 18 دي جميله جدا قدام الزمالك، قدام بيراميدز، والنهارده قدام سان داونز. مدرب كبير. مبروك للاهلي المكسب، هارد لك للرجاء، وان شاء الله الاهلي هيصعد.